نكمل الحرة الليلة الآن من إقليم تيغراي الإثيوبي، إذ أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن عمال إغاثة وشهود عيان بحدوث أعمال نهب للممتلكات وتنفيذ عمليات خطف واعتقالات جماعية في الإقليم طالت أكثر من 300 شخص بعد السيطرة على مدينة شاير قام بها حلفاء للجيش الفيدرالي الإثيوبي، وبشكل خاص قوات إريترية وأخرى من ولاية أمهار المجاورة. ودعت الولايات المتحدة مؤخرا إلى انسحاب القوات الإريترية من المنطقة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستمراره. وتثير هذه التقارير قلقا جديدا بشأن فظائع مزعومة بعد أكثر من 3 أسابيع على توقيع الأطراف المتحاربة على هدنة يتوقع منها إنهاء معاناة أكثر من 5 ملايين نسمة يسكنون الإقليم. فلماذا تزايدت الانتهاكات في إقليم تيغراي رغم التوصل إلى هدنة؟ وما تأثير هذه الأعمال على الالتزام بالهدنة وديمومتها؟ ومن هي الجهات التي تقف وراءها؟ عملية نهب ممتلكات وتنفيذ اعتقالات جماعية في إقليم تيغراي. اتهامات جديدة تلاحق الجيش الفيدرالي الإثيوبي وحلفاء له حسب روايات شهود عيان وعمال إغاثة. روايات تثير قلقا جديدا بشأن فظائع مزعومة ارتكبت في الإقليم بعد أكثر من 3 أسابيع على توقيع الأطراف المتحاربة على هدنة يامل المجتمع الدولي أن تنهي المعاناة في الإقليم المحاصر الذي يقطنه أكثر من 5 ملايين نسمة. مصادر في الإقليم وجهت أصابع الاتهام إلى القوات الإريترية وقوات أخرى من ولاية أمهر الإثيوبية المجاورة التي كانت ولا تزال تقاتل إلى جانب الجيش الفيدرالي، مؤكدة أن تلك القوات قامت بنهب شركات وممتلكات خاصة ومركبات وعيادات في مدينة شاير شمال غربي البلاد، بجانب خطف واعتقال أكثر من 300 شاب من قبل القوات الفيدرالية ضمن موجة من الاعتقالات الجماعية بعد الاستيلاء على شاير التي تعتبر موطنا لعدد كبير من النازحين داخليا. مسؤول في الإقليم أكد كذلك أن قوات أمهر تنفذ اعتقالات جماعية في بلدة كوريم شمالي الإقليم وفي مناطق ريفية محيطة بها يعتقد أنهم مرتبطون بجبهة تحرير شعب تيغراي. الحكومة الإثيوبية لم تعلق حتى اللحظة على تلك التقارير، كما لم ترد السفارة الإريترية في أديس أبابا على تلك الاتهامات، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية إريتريا إلى سحب قواتها من إقليم تيغراي بسبب المخاوف من تسببها بنسف جهود السلام وعودة العنف. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أديس أبابا محمد العروسي الكاتب والمحلل السياسي. أيضا معنا من ستوكهولم سعاد عبدو الناشطة السياسية من إقليم تيغراي. أهلا بك معنا. أبدأ هذا الحوار معك سيد محمد. بعد الاتفاق رسميا على الهدنة ووقف الأعمال العدائية وحتى الاتفاق على نزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس، كيف يمكن قراءة هذه الانتهاكات التي حصلت في تيغراي؟ شكرا على الاستضافة والتحية لك وضيفتك الكريمة وللسادة المشاهدين. طبعا يعني حتى نحن قلقون بشأن هذه الاتفاقية وما ينتج عنها من محاولات لخرق هذه الاتفاقية، هذا أمر مسلم به، وندين كافة هذه الانتهاكات من أي طرف كان. ونعتقد بأن هذه التقارير إذا ما صحت فأعتقد بأن الوسطاء حتى فيما لو سكتت الأطراف عن هذه الانتهاكات فإن الوسطاء لا أعتقد بأنهم يسكتون عنها، إذ أن كافة الأطراف ارتضوا بهذه الوساطة الإقليمية وبكافة الأزمة. فلذلك نقول أنه من المؤكد أن هذا الأمر يعني يثير قلق الجهات الأمنية، يثير قلق السلطات العليا في البلاد، وكذلك يثير قلق المواطنين لأن الشعب الإثيوبي ينشد السلام. لكن يعني المصداقية التي تأتي بها هذه التقارير هي على المحك تماما، لأنها لم تأتي بأدلة سوى شهود عيان، لم تفصح حتى عن أسمائهم، سواء يعني ذكرت يعني أنهم عمال إغاثة وأنهم يعني هذه تقارير أعتقد بأنه يعني إذا ما أردنا أن نأخذها بجدية مطلقة فعليها أن تأتي بالأدلة وتقدمها للوسطاء وتقدمها لمن يعنيه الأمر إذا ما كانت تبغي السلام فعلا في إثيوبيا.
اما اذا كانت تريد تاجيج الحرب مره اخرى وتاجيج الصراع ونشر الفتنه ومحاوله يعني افشال هذه الاتفاقيه، فهذا امر اخر ولا يعني ربما لن نعلق عليه على الاطلاق. طيب. فلذلك نقول ان السلام منشود، وان الاتفاقيه التي وقعت هي لاجل يعني تحقيق السلام في الربوع الاثيوبيه كافه. وكان هناك تفاؤل كبير من قبل كل الاطراف داخليا وخارجيا بعد توقيع هذه الاتفاقيه. انتقل اليك سيده سعاد، اهلا بك معنا. دعينا نفهم منك اكثر ما الذي يجري داخل تيغراي، ومن هي الجهه المسؤوله عن عمليات الخطف والنهب والاعتقالات التي يتم الحديث عنها؟ نعم، مرحبا بك. أهلا بك معنا. كريم، شكرا على الاستضافة. أولا طبعا أنا كالمتابعين أيضا أنه الجبهة ما زالت تعمل لكي يتم المتفق عليه في موضوع السلام، ونحن جدا فرحين من قبل تيغراي، لأنه شعب تيغراي يحتاج إلى المؤونة، إلى المساعدات الأولية. وأعتقد بعد أن حصل الاتفاق على السلام هناك انقسامات بين التجار أيضا الذي ظهر في الآخر، قد يجعل هذه الخلافات داخليا في تيغراي أيضا تتفاقم، لأنه هناك أحزاب أخرى لا تؤيد هذا السلام. فبالتالي هم أيضا قد يكون أنا هذا يعني تحليلي، قد يكون لهم يد أيضا في أن عدم إتمام السلام إلى الآخر، لأن الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفقوا، ونحن ما نحتاجه هو إيقاف الحرب، وأن يعود شعب تيغراي إلى ما كان عليه من قبل، وأن تعود له كل الاحتياجات الإنسانية سواء كانت من الأدوية أو الاتصالات وإلى آخره. فنحن شعب واحد، ولكن حصل خلاف فيما بيننا، والحمد لله يعني جاء الصلح. لكن هناك أشخاص آخرين من يعملون من أجل تحرير تيغراي كليا من إثيوبيا وضمها إلى إريتريا، من يسمون بالأجازيان، أو بمعنى في حزب اسمه ناسانت، أو تحرير تيغراي وضمها إلى إريتريا، وبناء دولة جديدة في القرن الأفريقي أجازية، ويكون دينها المسيحية، وإعادة ما كان من قبل في دولة أكسوم القديمة، وبناء دولة صغيرة مصغرة لإسرائيل في القرن الأفريقي. فهذا أيضا جعل خلاف كبير جدا. وحتى المهاجرين في خارج تيغراي أيضا هناك كثير منهم من يؤيد هذه الفكرة، وإعادة إريتريا إلى تيغراي القديمة، أو عباي تيغراي كما يقولون، تيغراي الكبرى. فهؤلاء أيضا مؤكد الآن لن يقبلوا بهذا السلام. فهم أيضا قد يكون لهم يد في هذا الشغب الذي يحدث الآن من أجل إفساد السلام. نعم. الذي حصل أخيرا. ويبدو أيضا بأن هذا الموضوع قد لا يكون يعني خلاف سياسي، اشتباكات عسكرية، بقدر ما تكون هناك خلافات عرقية وإثنية. سيد محمد، كما ذكرت قبل قليل قد يكون هناك تحقيق لمعرفة التفاصيل التي جرت بدقة، ولكن هل يمكن أن نقول بأنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا غابت عنه هذه النقطة، لا توجد فيه أي ضمانات بأنه تمنع عودة الاشتباكات؟ نحن حتى الآن نتحدث عن ربما انتهاكات، نتحدث عن اعتقالات، عمليات سرقة أو نهب، ولكن قد تتطور الأمور وتصل إلى اشتباكات من جديد، وهذا ما يهدد بنسف الاتفاقية برمتها. أولا يجب علينا أن نؤمن بأن هذه الاتفاقية ليست عبارة عن زر كنترول أو تحكم إذا صحت العبارة، فهي اتفاق سلام. وأي دولة قد تعاني، حتى الدول التي لا توجد بها صراعات ونزاعات، قد تعاني من بعض الخروقات الأمنية التي تهدد أمنها وكيانها. ولذلك يعني أنا أول من تنبأ ربما يعني بأن هناك من يرغب في إفشال هذه الاتفاقية، في أن تكون هذه الاتفاقية يعني مستغلة من قبل بعض الأطراف الذين يريدون تحقيق مآربهم
لاجل تقسيم اثيوبيا واعاده الصراعات فيها، لان هناك من يعتقد بانه سيستفيد من هذه الازمه. الضمانات الحقيقيه هي الرغبه الجاده من كافه الموقعين على هذه الاتفاقيه، وما عدا ذلك فهي ربما تفاصيل شكليه يقوم بها البعض لاجل ضمان وقف اطلاق النار، وكذلك يعني ضمان وقف هذه المحاولات لاجل اخفاق هذه الاتفاقيه او افشالها. ولكن سيد محمد، لو تصحح لي، بحسب ما فهمت انه هذه الاتفاقيه قامت على حسن النوايا، ولكن التفاصيل الجوهريه وحتى التفاصيل الثانويه لم يتم التوصل اليها، على امل عقد لقاءات مباشره بين الاطراف للوصول الى حل في نهايه المطاف. بالتأكيد كانت هناك لقاءات مباشرة، حتى لقاءات متكررة بين قيادات القوات المسلحة الإثيوبية، قوات الدفاع الإثيوبية، وكذلك من الجبهة. هناك يعني لقاءات، وأعتقد بأنها ستستمر هذه اللقاءات حتى يتم التوصل إلى حل شامل لكافة التفاصيل وذكر كافة التفاصيل في هذه الاتفاقية حسب ما تقتضيه الحاجة وحسب ما يراه الوسطاء المراقبون الضامنون لهذه الاتفاقية. فنحن متفائلون، نعم، ويساورنا كمواطنين عاديين، يعني يساورنا القلق من حول سلامة أهلنا في تيغراي وما يتعرضون له ربما، يعني لكن علينا أيضا أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية. هناك إيصال للمساعدات، الحكومة تحدثت عن أنها قامت بإيصال المساعدات وإعادة الخدمات جزئيا إلى بعض المناطق في تيغراي، ولا زالت السلطات المعنية تعمل حتى استتباب الأمن بشكل واضح وبشكل كامل في الربوع الإثيوبية جميعها. فلذلك أعتقد بأن على الضامنين مسؤولية، على عاتقهم مسؤولية عظيمة، وكذلك الشعب الإثيوبي، إذ أننا يعني ننشد السلام في مرحلة حساسة في الوقت الذي يضمر البعض الشر والمكائد لإثيوبيا واحدة تلو الأخرى وهم يتساقطون أمام هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام. نؤمن بأن شعب تيغراي كغيره من الشعوب الإثيوبية لا يستحق إلا كل خير، وندين كل ما يتعرض له من انتهاكات أيا كانت هذه الانتهاكات، وما وقع عليهم إنما وقع على كافة أفراد الشعب الإثيوبي، ونحن مؤمنون بذلك. سيد محمد، وعلى نطالب يعني إذا ما يعني أن تكون هذه الرقابة فعليا على أرض الواقع من قبل الوسطاء حتى نضمن ألا تكون هناك خروقات معينة. وهذه النقطة أيضا مهمة. حتى الآن سيدة سعاد نحن نتحدث عن انتهاكات، هل برأيك سيكون لما نتحدث عنه من معطيات تأثير في نهاية المطاف على الالتزام بالهدنة وديمومة هذه الهدنة، أم أنه فعلا قد نشهد ربما تطور سريع في الأحداث، قد يتطور بسرعة، قد نشهد اشتباكات بناء على كل هذه الانتهاكات وما نتحدث عنه أيضا من اعتقال ل300 شاب، وكله بحسب شهادات لشهود عيان؟ أعتقد أن هذه الأحداث طبعا هناك جهات أخرى من تستفيد من أن تكتمل الصراعات بين هذا الشعب، هناك لأسباب مختلفة، ولكن أيضا يجب أن لا ننسى ما كان يعطيه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في خلال السنتين الماضيتين، بحيث أنه ربما تيغراي تتحرر أو تكون دولة. هذا عنصر كبير جدا في الاختلافات الذي يحدث الآن بين التجار نفسهم، بين الأحزاب المختلفة وبين الشعب نفسه. فبالتالي كثير من الناس يريد السلام، لكن هناك من كان متعشما بموضوع فصل تيغراي من إثيوبيا وضمها إلى إريتريا. هذا موضوع كبير جدا حقيقة، لم نتكلم عنه من قبل لأنه لم يكن واضحا في الصورة، ولم تبين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعني ماذا تريد في الحقيقة من هذا الحرب أيضا. فبالتالي هؤلاء الناس الآن برزوا وهم أطماعهم أحلامهم أن تعاد تيغراي أو مملكة أقسم القديمة بضم أراضي الآن موجودة في إريتريا وفي مناطق أخرى. وهؤلاء أيضا ليس خطر على إثيوبيا فقط، بل هم خطر بنظرتهم الأحادية
أن يبنوا دولة مسيحية في القرن الأفريقي مثل إسرائيل، وهم خطر على المسلمين ككل. يعني الآن نحن دخلنا في مشكلة أخرى أيضا، في مشكلة جديدة بالنسبة للتجارب. فبالتالي الخلافات هذه يجب سريعا أن تتم الاتفاقات، وأن يعود الشعب إلى ما كان عليه، من أجل أن لا نعطي فرصة لهؤلاء الناس أن يبدأوا بمشكلة جديدة ويدخلوا الشعب إلى حروب أخرى، لأنه نحن ما زلنا على طرف الحرب، ما زلنا يعني في الأبواب. فبالتالي كل الأطراف يجب أن تلتزم، وأيضا الحكومة الإثيوبية يجب أن تلتزم بالاتفاق وتساعد الشعب سريعا. يعني يحتاج إلى معونة سريعة جدا في المساعدات الإنسانية، لأنه الشعب يريد السلام. شعب تجراي يريد السلام، لا يريد الحرب، عمره ما كان يعني عاوز الحرب. يعني شكرا جزيلا لكما ضيفاي من ستوكهولم سعاد عبدة الناشطة السياسية من إقليم تجراي، أيضا أشكر ضيفي من أديس أبابا محمد العروسي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم.